لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكاء والد إبراهيم شيكا بعد ظهور نتيجة التشريح تبكي جميع ابن هيرجع. جدل واسع حول سبب وفاة إبراهيم شيكا والدته تتقدم ببلاغ النائب العام. لا يزال الغموض يحيط بملابسات وفاة اللاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا، وخاصة من خلال الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود شبهة جنائية في أسباب رحيله، وصلت إلى حد الحديث عن احتمالية تعرض جسده للعملية. وقد تقدمت والدته ببلاغ رسمي للنائب العام طالبت فيه باستخراج الجثمان وعرضه على الطب الشرعي، مؤكدة أن لديها شكوك بوجود تلاعب أو شبهة جنائية، مشيرة إلى أنها وصفته بوجود جرح في البطن أثار ريبتها. في المقابل انتشرت وثيقة يقول أنها شهادة وفاة إبراهيم شيكا، وجاء فيها أن سبب الوفاة هو السدة الرئوية الناتجة عن جلطة دموية في شريان الرئة تسببت في توقف وصول الدم إلى الرئتين وأدت إلى الوفاة المفاجئة، وهو ما يتعارض مع ما كان يشاع سابقا عن إصابته بالسرطان. وأكد الصراحة أن النيابة العامة بدأت بالفعل أولى جلسات تحقيق منذ أيام قليلة، حيث استمعت إلى أقوال والدة وشقيق اللاعب، مشيرة إلى أن الجلسة القادمة ستشهد فحص الأدلة والمستندات الطبية تمهيدا لاتخاذ القرار بشأن استخراج الجثمان وعرضه على الطب الشرعي إذا لزم الأمر. كما شدد على أن الإجراءات القانونية تسير في مسارها الطبيعي بهدف الوصول إلى حقيقة كاملة وكشف ملابسات الوفاة في أسرع وقت ليطمئن أسرته وإغلاق باب الشائعات.